أكلتنا لليوم أكلة قديمة كتير وأكلة من زمان بنسويها، بس حبيت هيك أقدم لكم إياها بطريقة كتير مميزة وشكل كتير حلو ومرتب. ورق ملفوف بالصينية بهيدا الشكل. منبلش منا ملفوفة، نشيل أول شي جزء من النص، بنحطها بماي عم تغلي، نغمرها بالماي، بنشيل ورقة. نحن بهالطريقة يا صبايا ما بنكب شي من الورق الملفوف، بنقدر نلفهم كله بهيدا الشكل. بهالطريقة سريعة بالنسبة للسلق، وهلق بتشوفوا طريقة التقطيع. شفتوا ما شاء الله كيف نحن عم نشتغلها بكل سهولة. هلا هون بدنا نحط الحشوة رز ولحمة على النار، نحط فوق البندورة والبهار المشكل والقرفة والنعناع اليابس والثوم المقطع والملح اكيد. وهون حطيت بالصينية ملفوف وبندورة. هالطريقة يا صبايا لنلف الورق الملفوف، شلت الجزء القاسي قصيتها هيك بالنص للورقة مثل ما هي الورقة، حطيت فيها الحشوة ولفيتها بهالطريقة. فيكن تعملوها انتو بهالطريقة هيك تلفوها، فيكن بس تلفوها تقطعوها قطعتين او 3 وتحطوها بالطنجرة مثل ما انتو بدكم. انا حبيت اعملكم هالطريقة هيك شكل حلو ومرتب. شو بدي اخبركم عن الطعمة، رائع وبتستوي بالفرن والرز بيستوي وكل شي بيستوي. رائع رائع رائع. اعملوا فولو يا صبايا للصفحة، اعملوا لايك واعملوا شير وجربوها واعطوني رأيكم. هلا بس لفينا كل الكمية، حطيت مي سخنة، ملعقتين رب البندورة وبهار مشكل وبهار قرفة، نعناع يابس وكم حص ثوم، حطيتهم على دوبتهم مع بعض وحطيتهم هيك مثل ما انتم شايفين بالصينية. حطيتها بالفرن على درجة حرارة 220 على الطبقة التحتانية، بس ولعت النار من تحت. اخذت معنا 40 دقيقة ل 45 دقيقة. هيدا الشكل هي بالفرن. هاي كانت النتيجة، عن جد رائعة وسهل كتير وطيبة. جربوها وصحتين ألف عافية على قلبكم جميعا.